يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. النهارده بقى يا ست الكل هعمل لك العيش البلدي الفلاحي الاصلي على عين البوتاجاز. حد هيقول لي الفرن بايظ، الشوايه بايظه؟ ما هو عشان كده يا ست الكل انا عملته لك النهارده على عين البوتاجاز، وهينتفخ معاكي. وازاي يكون هشه هشاشه من جوه، الطبقه الوبريه بتاع الرغيف من جوه هشه مش مكلكعه، ما فيهاش حتت عاليه وحتت واطيه زي ما انت شايفه كده يا ست الكل. طبقه وبريه يعني هايله، والشكل طبعا عيش مبخش وزي الفل معاكي. وهقول لك ازاي الرق اللي فوقاني يبقى تحت قد اللي تحتاني بالظبط، ما يبقاش فيه رق تخين ورق رقيق. كل التكات والتفاصيل النهارده هقولها لك يا ست الكل في سياق الفيديو. حبيت اسهل عليك النهارده وعملته على عين البوتاجاز. يلا بينا. بس قبل ما يبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم مشاهدين محترمين، لايك وشير وسبسكرايب والوصف مميز. اتمنى يا جماعه تشاروا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعمل فايده للجميع. واتمنى متابعين اليوتيوب ومتابعين التيك توك ينوروني على صفحتي الجديده على الفيسبوك، وهسيب لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت، وهسيبها لكم برضو في صندوق الوصف. ويلا بينا. مبدئيا كده انا معايا 3 كوبايات من الميه بيعادلوا 600 جرام، ومعايا معلقه مساح صغيره من الملح، ومعايا معلقه من الخميره كبيره. وهدوب الكلام ده كله مع بعضه، وهننزل بكيلو من الدقيق. هو ده يا ست كل مكونات العيش البلدي الاصلي المحمل معانا كده، مش رق واحد ولا الكلام ده. عملت 14 رغيف بالحجم اللي انت شفتوه ده من كيلو دقيق واحد. انا معايا دلوقتي كيلو دقيق، نصه بلدي ونص زيرو. نص بلدي ونص زيرو. يعني ايه زيرو؟ الزيرو يا ست كل اللي انت بتعملي به الفينو والفطير والكلام ده. اما البلدي اللي هو دي الحبه الكامله، حبيت اخلط نص ونص. اهم حاجه بقى علشان تاخدي عيش معاكي يكون هش، ويكون قلتلك الطبقه الفوقانيه تبقى قد التحتانيه، ويكون خفيف معاكي، ويكون كل حاجه حلوه فيه بصراحه. العجن ثم العجن ثم العجن. كل ما تعجني اكتر تاخدي نتيجه هايله هايله هايله. واسالي مجرب فعلا. وبعد كده هنعجن 10 دقايق. لو حضرتك هتعجني على ايدك هتعجني حوالي ربع ساعة. مبدئيا كده انا حطيت 3 كوبايات في الاول، لكن انا ازود طبعا على حسب الدقيق هيعوز ولا لا. انا زودت فوق ال3 كوبايات دول ربع كوباية كمان، زي ما انت شايفة كده اهو. بزود شوية بشوية على حسب برضو الدقيق معاكي عامل ايه، لان الدقيق كله مش زي بعضه. في دقيق بيمتص سوائل اكتر من دقيق تاني. فما تضيفيش 3 وربع مرة واحدة، ضيفي 3 الأول. لو عوزتي ربع كوباية ضيفيهم. خلي بالك يا ست الكل ان العجينة بتاع العيش بتبقى طرية شوية ملزقة، مش بتبقى جامدة خالص. خلي بالك ان بتبقى طرية زي ما انت شايفاها كده. بعد كده هحط العجينة في طبق واغطيها واسيبها. لو في الصيف هتاخد معاكي حوالي ساعة الا ربع تخمير، لو في الشتاء هتاخد معاكي ساعة ونص يا ست الكل، على حسب الجو عندك. غطيها بقى كويس كده وسيبها لي ساعة الا ربع، عشان لسه برضو احنا في الصيف شوية كده. وبعد الساعة الا ربع ما شاء الله عليها ضاعف حجمها زي ما انت شايفة كده. ببدأ اهبط الفوق الخمر منها علشان هنقطعها معانا. انا قلت لكم انا قطعت العجين 14 رغيف. طبعا انا معايا الردة دي يا ست الكل اللي هي النخالة. ممكن تشتريها من عند العطار، تشتري نص كيلو ربع كيلو، لانها بتبقى خفيفة اهو زي ما انت شايفة كده. وابدأ ايه، ارش الصينية اللي انا هقرص او اقطع عليها. نقرص يا ست الكل يعني نقطع العيش، في بعض الناس مش عارفة. وبعد كده هنقطع العجين. معايا هبل ايدي في ميه وبعد كده اقطعه. خلي بالك يا ست الكل، لو يعني مش عارفه تبلي ايدك بميه، ممكن بيجي تغمسي تقطعي قطعه عجين كده، وبدل ما تغمسي ايدك بالميه اغمسيها بالدقيق لو انتي مش حابه تقرصي يعني او تقطعي على ميه. بس انا بصراحه بحب اقطعها على ميه. انا بقى بقولك يا ست الكل، لو وصلتي المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما شاركتيش هكون سعيدة جدا باشتراكك، وهكون أسعد لو بعتيلي أي كومنت كده يخطر على بالك. يعني وردة جميلة زيك أو وجه مبتسم، والله يسعدني كتير. وحابة أشكركم كتير كتير، حابة كتير قوي كده من الأرض لحد السما على الكومنتات والدعوات، والله اللي فعلا بتفرحني كتير قوي قوي قوي. وما تجيش إلا من أجمل إخوات في الدنيا. ربنا يا رب ديمكم نعمة في حياتي، فعلا أجمل إخوات ومفيش كلام بعد كده. ونرجع للفيديو بتاعنا. زي ما انت شايفة يا ست كله بقطع على ردة طبعا. بعد ما هقطع الكمية كلها وارجع لكم تاني. بعد ما قطعت الكمية كلها اغطيها واسيبها ربع ساعة لحد ما تروحي تصلي كده، ولا اشربي كوباية شاي وتروقي مزاجك يا ست الكل. بعد ما سبتها ربع ساعة هنبدأ نفرد العجين. هتجيبي ردة طبعا وتفرجي عليها.
طيب الفرد العجين ده يا جماعة له تكنيك برضو لازم تمشي عليه. هتجيبي النشابة، انا ما عنديش نشابة، اعمل ايه؟ مش هعمل عيش؟ لا يا ست الكل، لو ما عندكيش نشابة اعملي بايدك عادي خالص، بططي بايدك كده. بس اهم حاجة لو لقيتي ان الرغيف بيلزق معاكي، تنسيمي دقيق بسيطة خالص، ما تكتريش الدقيق علشان وش الرغيف يبقى حلو معاكي. انا بحط بسيط خالص، وببدا اجيب النشابه، لو حسيت ان النشابه بتلزق معايا بديها ايه يعني، برش على شويه دقيق كده، وببدا من نص الرغيف من جوه لبره، من جوه لبره من جميع الجهات، علشان الرغيف يبقى مساح واحد، ما يبقاش فيه حته عاليه وحته هبطانه. فلو ما عملتيش كده ممكن يبقى حته عاليه وحته هبطانه، النتيجه في الاخر، النتيجه يا ست الكل لما تيجي تخبزي الرغيف هتلاقي حته تخينه مكلكعه كده وفيها عجين من جوه، وحته تانية رقيقه. عشان كده بقولك خلي بالك من النقطه دي. شايفين انا بمسح برضو النشابه، وانا بحاول والله اقول لك كل حاجه علشان انا عايزه العيش ينجح معاكي باي شكل. طبعا الدنيا بقت غاليه يا جماعه، فالموضوع ايه، بحاول اهون شويه. طبعا في ناس كتير ما عندها شفران، وفي ناس برضو الشوايه بتاعتها مش حلوه، وفي ناس الفرن عندهم بايظ، فقلت النهارده هعمله كله من الف لياء على عين البوتاجاز. بعد كده بحط ملاية قديمة عندك، وهتبدأي تحطي العيش كلها عليه كده، وهتغطيه طبعا، او الرغيف تحطيه لازم تغطيه علشان ما يعملش قشرة معاكي. بعد ما تخلصيهم كلهم تبدأي على طول خبيز بأول واحد بيكون رافع معاكي وفنش كده. صينية كبيرة يا ست الكل على البوتاجاز، انا قايدة عينين اتنين، نار متوسطة، سيبي الصينية تسخن معاكي، وبعد كده حطي العيش فيه بدون بقى مطرحة ولا الكلام ده خالص. شايفين برفع الملاية، وبعد كده بحدفها اقلبها على ايدي بمنتهى السهولة. وبعد كده بسيب العيش كده لحد ما يبقى اكنه هينتفخ كده، تبداي تقلبيه، بيقوم منفوخ معاكي على طول. او بتقعدي تقلبي يمين شويه بس، سيبيه يجل شويه، ما تروحيش ايه، لو الرغيف اتخرم منك يا ست الكل مش هينتفخ، خلي بالك وانت بتشيليه ما تخرموش، سيبيه لحد ما العجينه تشد معاكي، عشان ما تشيلوش وهو عجين فينخرم منك، لان لو انخرم مش هينتفخ معاكي يا ست الكل. خلينا نكون متفقين على المبدأ ده. بعد كده شايفين انا بقلب يمين وشمال لحد ما ياخد لون. شايفين الجمال؟ محدش يقول لي في اسهل من كده، لا ما فيش اسهل من كده. اي صينيه عندك، صينيه المونيا ولا اي حاجه صينيه يعني، احنا طبعا مش بندهن الصينيه اي حاجه خالص يا ست، كل ده عيش. مكونات العيش يعني المعروف، دقيق ملح ميه، ما فيش اكتر من كده خالص يا ست الكل. بعد ما خلصت الكميه ما شاء الله على، شايفين الرغيف محمل كده محترم كده، هتفرطيه في الفريزر، وعندما تيجي تاكلي هتطلعيه بس تحطيه على الرخامه قبل من الاكل ب5 دقايق، بيبقى كأنك لسه خبزيه يا ست الكل. تاكلي بيه طبيخ بقى، تاكلي بيه طعميه، فول، عيشي حياتك يا ست الكل، وعملتي احلى عيش بلدي ممكن تاكليه. شايفين الوبر عامل ازاي؟ الطبقه الوبريه اللي انا بقول لكم عليها قد بعضها، ما فيش حته عاليه ولا حته واطيه، ولا الرقي التحتاني تخين والرقي الفوقاني رقيق، لا مفيش كله، لان متخمر تخمير كويس ومعجون كويس. شايفين؟ طبعا انا استنى منك كومنت لما تعمليها وترجعي تاني تقولي رايك فيها، انا واثقه ان هيعجبك بنسبه 100%. واسيبكم في رعايه الله وامان، وانتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.